الراجل اللي قدامنا ده ساحر، غير عالم قص الأشجار بالكامل، خلى موضوع قص الأشجار كأنه شيء عادي وبسيط، وكأنه عايز يقول للناس قص الأشجار فن مش عن يا اسطوات. الراجل لما بيقص الشجرة ما بيقصهاش على طول زي أي حد طبيعي، أو إن هو يكربها من ناحية ويبتدي من الناحية التانية يزجها. هو بيقص علامات وحزوز في الشجرة زي ما احنا شايفين في الفيديو كده بالظبط. لأول وهلة لما تشوفه بتحس إن الراجل بتعمل إيه يا عم الحاج؟ أنت بترسم ولا إيه ولا جاي تفن؟ إحنا جايبينك تقص الشجرة مش جاي تلعب. لكن اتفرج للآخر كده هتشوف الفن اللي بيعمله. شفت؟ الشجرة وقعت لوحدها، ده لأنه استخدم دماغه. الناس اللي بتقص بالطريقة التقليدية أحيان كتير الموضوع بينتهي بكارثة، لأن الشجرة لما بتقع بمزاجها مش بمزاج الشخص اللي هو قصها، فممكن تقع في اتجاه غير اللي هو محدده لها. إنما الراجل اللي في الفيديو ده الحظوظ اللي بيقصها والطريقة اللي بيقص بيها بتخلي الشجرة تقع في المكان والوقت اللي هو محدده. يعني الشجرة مش هتقع في مكان غلط ولا وقت غلط، وهي دي الكفاءة وهي دي الخبرة والمعلمة. ولا انتوا رأيكم؟ اكتبوا لنا على الكوارث اللي شفتوا الناس بتعملها وهم بيقصوا أشجار حواليكم. أنا شفت ناس بتقص شجرة عشان تحل منظر البيت، فالشجرة بتقع على البيت وتاخده وتروح. تجرب بالعافية. سلام.